السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى إن شاء الله يا ربي أموركم كلها تكون بألف خير. فيديو اليوم يكون إن شاء الله على واحد الوصفة اللي هي سيجار معمر بالروز، واحد الحشوة اللي هي حلوة ومعلكة، كتجي في الصراحة رائعة في المذاق. ننصحكم أنكم تجربوها، وكنتمنى أنكم كذلك تجربوها وتعجبكم. وما تنسوش كيف ديما دعموني بلايك والاشتراك إذا كنتم مشتركينش في القناة، وتفعيل خاصية الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وندوز ونشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لأول حاجة غادي نديروها، غادي نحضروا واحد الكريمة. غادي نديرو هنايا 2 كيسان ديال الحليب مع معلقة ونص ديال السكر بطبيعة الحال كبيرة، معلقة ونص ديال مايزينا، واحد ساشي ديال فاني. حركتهم وهما باردين كيف ما كتعرفوا، حطيتهم على النار، غادي يبدا يغلي، ومن بعد حتى يتقل ليا غادي نطفيو عليه العافية. هنايا عندي واحد الكميه ديال الرز، انا سلقته من قبل وقطرته، سلقته مع شويه ديال الملحه لان هاد الوصفه كتجي مالحه وحلوه في نفس الوقت. غادي نضيف الكريمه اللي صاوبت محدا مازال سخونه، لان الا بردات فهي غادي تقصح لينا. هاد الوصفه كتجي الصراحه زوينه بزاف، نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. كتجي معلكه. ضفت هنايا 2 معالق تقريبا ديال ماء الزهر، معلقه كبيره ديال السكر. بالنسبه للسكر فهو على حسب كل واحد واش كيبغي الحلاوه او لا. كذلك فاحنا منين غنقدموهم مع السكر والقرفه، فما يحتاجش اننا نديروهم حلوين بزاف. واصلا الكريمه فاحنا دايرين فيها السكر باش ما يجيوش حلوين. معلقه ديال القرفه صغيره من طبيعه الحال. غادي نحرك الكل ونخلي الكل يندمج. فبالنسبه للنوعيه ديال الرز من الاحسن تكون النوعيه اللي كتعلك ديال السوشي، يعني اللي ماشي الكلاصي، باش تجينا معلكه اكثر. اذا غنحركها مزيان وغادي ندوز باش نعمر السيجار ديالي. غادي ندوز باش نعمر. كنظن راه الكل كيعرف كيدير الطريقه ديال التعمر ديال السيجار. انا هذه الورقه الطريقه راكم عارفينها عندي في القناه. فانا غادي نجمعهم، كنلصقهم بشويه ديال الماء والطحين باش ما يتحلوش معايا في القلي. هاد الوصفه سهله وبسيطه وكتوجد بسرعه، يعني ما كتاخذش معنا وقت كتير. انا غنبقى مستمره حتى نكمل الكميه اللي عندي، وغادي نقليهم لانه ما غاديش يحتاج انني عاد نوريكم كيف ديروا تقليوهم،
العافية بطبيعة الحال تكون مهيلة لأنه الورقة رقيقة عندنا باش ما يتخطفوش معانا وباش يجيونا مقرمشين. صافي غادي نقليهم وغادي ندوزو نشوفو النتيجة النهائية. بعد ما قليتهم وساليتهم كما كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. كنقدموهم مرفوقين مع شويه ديال القرفه والسكر كلاصي. صراحه كيجيو لذاذين بزاف وخفافين. ننصحكم انكم تجربوهم، وإلا جربتوهم نتمنى انكم تخليو لي التعليقات ديالكم. وهنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. ما تنساوش كيف ديما دعموني بلايك والاشتراك إذا كنتم مشتركين في القناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.